والشباب لوين رايحين؟ على صيدا وبعدين على عين الصقر. هلا اسرائيل عم تقصف صيدا، تخبوا احسن لكم. ليك استاذ عاصي؟ نعم. بعدك على كلامك قلت لي اياه بالسياره، رح فينا نوجعهم؟ اكيد رح فينا نوجعهم قريبا جدا وكثير. اللهم إني أعوذ بك من كل شر. روح مولانا روح. بجوز يكون وصل على بيروت بس مش عارف يتصل، أو متخبي بشي محل تيتوقف القذف على طريق بيروت. غسان نزل على بيروت من عبكرة بكير قبل طلوع الضوء، يعني هلا له 3-4 ساعات ببيروت وكان مفروض يتصل. يعني مثل ما بيقولوا انه الغايب حشته معه. عندي فكرة. خير يا سالم. ليش ما بنتصل بأدهم بيك وبنسأله عن غسان؟ وقد أجرى فخامة الرئيس الياس سركيس رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا مطولا مع أخيه الرئيس حافظ الأسد تم خلاله بحث الأوضاع الراهنة. وصرح دولة الرئيس سليم الحص رئيس مجلس الوزراء أن المجلس في حال انعقاد دائم بسرايا الحكومة لمعالجة ومتابعة المستجدات. ادخل. تفضل شيخ. احترامي حضرة المقدم. اهلا. كيفك؟ تحياتي حضرة المقدم. اهلا. بعرفك على صديق العمر الاستاذ عاصي البيروتي. تشرفنا بحضرتك. صديقه السيد رجب بعلبكي. شرفنا استاذ رجب. تشرفنا. شو فيني ساعدك؟ حصلنا على امر من النيابه العامه بدنا نشوف الموقوف ابراهيم. ايه بس هالمره بسرعه لضرورات امنيه. بيني وبينك نحن لغينا التصاريح لاجل غير مسمى بناء على تعليمات القياده. نحن ممنونينك سلفا، بس رح نشوفه ونطمن عليه نحن والشباب 5 دقائق. شرف شرف، تفضل. وين مولانا؟ مولانا سمعتوا اخر الاخبار؟ ما بقى فيه الا انت تجيب لنا اخر الاخبار. شو في يا رجال؟ عم بيقولوا انه الاسرائيليين جايين لهون وحيكملوا على صيدا. شو هالحكي؟ بسرعة صار في اشاعات. يا مولانا ممكن يكون كلام رجوب صحيح، سمعنا الأخبار الوضع ما بيطمن. يا رجوب ناس بعتوا الأخبار بالإذاعة؟ لا 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 عمي ابو عمر، فريد خبر اهل الضيعه وقال له خزنوا منى والعالم هيك 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 على دكان ابو رامي. طيب انا بالاذن بدي اروح اشوف شو القصه. إذا كانت هالخبرية صحيحة لازم نخزن شوية مونة. يا جماعة يا جماعة، شو عرفوا لفريد؟ رجوب؟ عن أي فريد عم تحكي؟ فريد ابن نصر اللي بيته بأول الضيعة. فريد ما غيره مولانا، اللي كان ببلجيكا ورجع من كم شهر. يا جماعة القصف على التلال، خلي كل واحد منا يروح يطمن على عائلته. يلا 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 امشي امشي. يلا. اشتقنا لك والله يا ابراهيم. لا بالاكثر. استاذ عاصي. نعم. ولو خلي دور لغيرك، شو قصتك؟ بعد وحده. يلا عجل. مرحبا يا ابن عمي. حبيب قلبي حبيب قلبي، يا الله شو اشتقت لك. والله ونحن كمان. شباب بكفي اشتياق، وقت ما عنا. هلا شوفوا شو بدكم تحكوا على السريع. شو بيك يا ابراهيم موطى راسك؟ شو بيك كانك عامل لك شي عمله ما بتسوى؟ انا بعتذر عن قصه المسدس. ولا يهمك يا ابن عمي، الاستاذ عاصي حصل على مسدس هو بذاته خيه تمام، ما ناقصه الا ينطق ويقول انا مسدس ابراهيم. وهي معي بالسيارة، جايبه حتى سلمه للنيابة العامة حتى يقفل المحضر. لكن في اظهر بكفاءة. شيء مؤكد بس مش قبل يوم التنين. شو هالحديث استاذ كامل؟ ما انت قلت لنا انه وكيل النيابه قال لك مجرد ما يظهر المسدس الثاني ابراهيم بيظهر بكفاله فورا. معلش خلينا نسمع وجهة نظر الاستاذ ورأيه بالموضوع. ايه بس لنهار التنين كتير يا استاذ عاصي، خصوصا انه قصة المسدس انحلت. يا جماعة ما تنسوا انه اليوم الجمعة والدوام خلص. عال. وبكره السبت. بكره السبت رح تم كامل المعاملات
وخلصها وانتم بتعرفوا انه يوم السبت نص نهار بالدوله. يعني الاستاذ كامل قال مش قبل نهار الاثنين على اساس شو بده يعمل يوم السبت، فخلونا مع الاستاذ كامل. صحيح هالكلام. يا الله يا الله، شو رح تمرق الساعات طويله من هون لنهار الاثنين. ولا يهمك يا ابن عمي، المهم ضمننا البراءه. شو بك يا استاذ عاصم؟ يعني بناء على اللي حصل معنا اليوم ان شاء الله ما يحصل شيء من هون ليوم الاثنين وتتم الاجراءات اللي عم نحكي فيها. عجل شوي من فضلك، طيارتي بعد ساعة، ما صدقنا فتحوا المطار. شو هيدا؟ شو عم بيصير؟ شو؟ عادل البيت؟ الهيئة مسافر قبل ما تدفع بقية الحساب. هيدا انت؟ ولا مفتكر يعني لأنه أدهم بيك ما معه خبر بالاتفاق اللي تم بيناتنا ما بدك تدفع بقية الحساب؟ انت اكيد جنات. هلا بدي بقية الحساب. مع عادل ما في حق بيضيع، والتصرف البلطامي اللي عم تتصرفه رح يكشفني انا وياك. طمن، الاتفاق اللي تم بيناتنا ما حدا حيعرف فيه الا انا وانت بس. ادهم بيك حاليا مرابط بمجلس النواب، وابراهيم بركات بالسجن وما حيطلع، وزياد يلي انا قتلته ما حيقوم من القبر. ناويل عديتهم ولا بعدهم؟ ولو هودي مبلغ اكتر بكتير من المتفق عليه انا وياك. إيه لا بدي اعدهم. ما عندك سقفية؟ راح اتاخر على الطيارة. ولا حرك ايديك ولا فوق. شو عم تعمل هون؟ انا رايح على المطار، انا رايح على فرنسا، جنسيتي فرنسوية، عائلتي وشغلي هونيك. شو هالمصاري ليه؟ هول ايه؟ هلا شفتها عم يعطيك اياهم، ارمي لهون. لا يا شمسيس، تنشدهم لجوا، زت المصاري ليه؟ خد. اللي بيخون أرضه ما حدا بيسمع إلا الجريمة وصرخة المدفع. هالخاين الكرمال حفنة مال، عيونه عجرح الأرض ما بتدمع. الحمد لله رب العالمين. يا رب تفرج علينا وعلى عبادك يا الله. حرما أمي، حرما ماما. جمعا حبيباتي بإذن الله. بس يا ماما هذا مش وقت صلاة. صحيح أمي، قبل شوي صلاة العشاء. ايه حبيبي مزبوط، بس هيدي صلاة شكر وتوسل لله عز وجل تيطلع خيكم من الحبس. أمي؟ ايه حبيبي؟ بتحكي ما بحكي أنا. بدنا نزور خينا إبراهيم على بكرة، اشتقنا له. شفتي قد ايه فرح لما شافنا؟ انتم مفكرين يا ماما هالزيارة هيك هينة وبسرعة؟ بدها سفر وبدها تصريح، وخليها على الله يا ماما، خليها على الله. شو هذا أمي؟ حبيبتي هي ايه ماما، وقريب كثير. بجوز عم يوصل زيارتك. لا فلان. لا خليك هون، هات انت وخيك انا بفتح. يلا 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 يا ابراهيم تعالوا معي. خير شو في ابو ماي؟ عم يخصوا ليلة ضيعة. طيب ولوين حنروح؟ كل الناس نزلوا على ملجأ الإحسانية. تو حبيبتي تو. أنا وقف ماما، أنا وقف. ابو ماي خليها على الله، بيتنا آمن. يا ام ابراهيم عم يخصفوا الجنوب بشكل عشوائي وجنوني ما بعرف ليش، مشان الله تعالوا معي. شو أمي بنروح؟ يلا حبيبتي لحظة بس لجيب المفتاح. خليني. يلا تعالوا حبيبتي تعالوا بسرعة. يعني تأكدت أنه القتيلين هن عادل بيك وسمير؟ للأسف نعم.
طب شو اللي جمعوا مع بعض؟ الشوفير لما كان عم بيوصل عادل على المطار، ولما اعترضوا سمير قال انه سمع حكي مثل مسدس، ابراهيم بركات، بقيه الحساب، قتل زياد. لا مستحيل، مستحيل يكون عادل اتفق مع سمير. لا لا لا، مش ممكن. يعني ابراهيم بركات ما قتل. يعني مين قتل زياد؟ أكيد سمير، أكيد سمير بالاتفاق مع عادل. طب وليه؟ مش هي شقفة أرض؟ ليه؟ مساء الخير. أهلا. أدهم بيك موجود؟ نعم أستاذ. والله يا بنتي معذبين حالكم وما كان له لزوم. هاي أوامر الشيخ أبو غسان. اي الله يديمه للشيخ ابو غسان، زخر وسند لهالضيعه. ويطمنوا على ابنه. ايه الله يسمع منك. اللهم سترك وعفوك ورضاك يا كريم. كل الاذاعات عم تقول انه شارون ناوي على الجنوب. مش من امتى ما كان ناوي على جنوب يا مختار؟ شارون يا مختار رمز من الرموز الشرسة لأهداف صهيونية. يمكن لولا وجود الفلسطينية بلبنان ما كان صار كالهيدا. لكم أن حكي يا ابني، أطماع الصهيونية أكبر وأبعد بكتير من الفلسطينيين، وإلا كانوا اكتفوا باغتصاب فلسطين. يا مولانا أنا اللي قريته إنه شعارها من النيل للفرات. صحيح يا أبو عمر، صحيح. هاي خطة عم تنفذ على مراحل، بس أي مرحلة قبل التاني ما حدا بيعرف. يا أخوان، الهدف الرئيسي لإسرائيل من الضغط على الجنوب هو خلق خلاف كبير بين اللبنانيين والفلسطينيين، هو دق اسفين بين الشعبين. هذا هو الفخ اللي عم ينصبوه، والله ينصرنا ويسترنا من اللي جاي. رجوب رجوب، شو عم تعمل هون؟ مين؟ استاذ عاصي. الحمد لله على السلامة يا استاذ. شو عم تعمل هون؟ شو ليش كان هون؟ ناطرك. زرتوا لابراهيم؟ ايه زرته وسلم عليك. يلا فوت فوت على البيت. وينو رجب؟ رجب راح على بيت الشيخ عبد الرحمن لياخذ مرته على البيت. صحيح في قصف على الطريق يا استاذ عاصي؟ القصف امتلى الدنيا من تليل بيروت لهون. الشهداء عم يتساقطوا والجرحى، لكن الأهم إنه في مقاومين عم بيقاوموا. الحمد لله على السلامة يا استاذ عاصي. الله يسلمك. أكيد بدك قهوة. كون ممنونك يا أخي. حاضر. معك من هون لبكره، فكري منيح. فكري بذكور وجماعته وبوديع وباللي بده اياه منك. القرار راجع الك. لهون ما بقدر اقرب ولا فشخر. اكيد هيدا حاجز جديد. الله يستر. وقف هون عمون معروف. بأمرك.
يعطيكم العافية شباب. اهلين. تفضل. شو هيدا؟ هيدا تصريح بالدخول. أنا بشتغل عند مدام زكور. انت سالي؟ ايه أنا سالي. شرفي معنا. شو فيه؟ اعطيه اشاره ضابط الامن كرمال يعرف انه الهدف وصل. انطرني هون. سالي؟ وديع؟ كيفك سالي؟ شو في وديع؟ شكرا شباب، استلمناها. لوين؟ شو عملت؟ رح نستضيفك عنا كم يوم، شرفي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. رجوعكم تحت القصف جنون. شو اللي حوالينا مش جنون يا مختار؟ صدقت يا رجب. شو اخبار ابراهيم؟ والله كتير منيح، يومين ثلاثة وبيكون هون. شو يعني يا رجب؟ يا قادر يا كريم. والقضية؟ انت ما عرفت؟ بشو؟ مش القضية طلعت مش قضية؟ ولك يا رجب احكي جد ولنه مرة واحدة. خبرنا شو صار بالقضية. القضية طلعت فالصو يا ابن عمي. كيف هالحكي؟ أنا شخصيا عارف إنه والمسدس منه مسدس إبراهيم، إبراهيم بيعه من زمان. مستحيل. شو يا رجل؟ حزورة ولا شو؟ عم بحكي جد مولانا. طيب احكي لنا بالتفصيل. لا 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 لا، تفاصيل كلها عند الأستاذ عاصي. صحيح رجب هون؟ لا هونيك. يا دلة شو بيك رجب؟ شو صاير لك؟ ما تخافي، قاعد لك. نشكر الله انك قدامي. شو بك يا محاسن روقي؟ كأني كنت عم حارب. يا أخي مرتك وملهوفة عليك. وأخبار القصف كانت؟ يا جماعة يا جماعة، أنا كنت قاعد بأحضان اثنين عروستين من أجمل ما يمكن. شو؟ إيه بيروت عروس لبنان وصيدا عروس جنوب. بتغار علي ما هيك؟ يا أسامة بيك ما عاد طالع بإيدي شيء. هيدا كله مفهوم. ما عاد حدا قادر يسيطر على الساحة. إسرائيل وسعت دايرة القصف من جهة وعلقت بين شرقية وغربية من جهة تانية، وكأنه الكل متفقين على التصعيد. الدولة اللبنانية ما عاد طالع بإيدها شيء. الله وحده هو اللي بيفرجها. ايه نعم، في وفد لبناني رفيع المستوى موجود هلا بالشام. تضل بخير أسامة بيه. مع السلامة. الظاهر انه الوضع خطير. زفت. وين اغراضك؟ بالاوتيل، ما حبيت ازعج خالي ومرته. طيب هلا بعد العشاء بتطلع مع الشوفير على الاوتيل وبتجيب اغراضك لهون. بس بدون بسبسة، هيدا امر. ولا انت نسيت انه نحن ولاد ضيعة وحدة وقلنا عاداتنا وتقاليدنا؟ ابدا ادهم بيك، انا ما حبيت ازعجكم. ما في ازعاج. اولا عنا غرف كتير للضيوف. ثانيا مرتي وبنتي بباريس من حوالي شهرين، وما في غير انا وبنت خيي هون. الو، اهلا 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 بالشيخ عبد الرحمن. ايه غسان موجود عندي. لا طمن، انت رح يضل عندي حتى يكون دبر اموره. المهم انت خبرني شو اخبار الضيعه عندكم. الو 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 شيخ عبد الرحمن. خير ابو غسان. خير يا سيد خير. حكيت مع غسان؟ عن شو كنا عم نحكي؟ هلا المهم عرفت غسان وين؟
حسب ما فهمت من كلامك على التليفون انه غسان موجود عند ادهم بيك. شو قصتكم؟ طبعا عنا غير غسان وسيرة غسان. صحيح، بس يعني لازم تطمن ونطمن عليه. يا اخي عنا 100 شغله غير غسان وسيرته. عنا لبنان، الجنوب، الاحتلال، الضيعه واللي عم يصير بالضيعه، الاجتياح اللي ما بيرحم حجر ولا بشر. طيب انا بدي استاذن، ما توخسوني، محاسن نطرتني وبتعرفوا محاسن. خدني معك يا رجب لنشوف كيف بدنا نتصرف. يا الله يا الله معك يا رجل. سلم لي على الله يسلمك. تأمرني شيء مولانا؟ لا يا سالم، طمن الجميع. غسان بخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. مقرر الإضراب عن الأكل مثل اللي بيسموا حالهم مناضلين بس يوقعوا؟ قبل ما تحكي معي بهالطريقة، انت عارفة أنا مين وعند مين بشتغل؟ طبعا، لكن منين جبت لك تيابك؟ ولا هول مش تيابك اللي بالخزانة؟ سكت مبين. طيب ليه محتجزيني؟ لحد هلا الجواب عندك. ماما خبرينا حكاية. تكرمي. كان يا مكين. مين؟ محاسن ورجب. كيفك منى؟ مساء الخير ست منى. اهلين رجب، تفضل. خير، شو براسك؟ ما شيء مهم، جرح بسيط ونحن جايين على الطريق. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو بك ليه ما جبت صغار وجيت على الملجأ مع الكل؟ بتعرفي محاسن ما بقدر اترك بيتي، والله هو الحامي. بس هالمرة القصف عشوائي. قصفوا بيت ابو عارف. الله ستر وجد بالساحة. بيتهم في امان. في كثير اسباب تخليني ما اترك بيتي. صحيح. نسينا انه بالبيت في مبلغ كبير. رجب، فيها تجيب شنطة المصاري معها على الملجأ. شو بتحبوا تشربوا؟ خليكي ما تعذبي، مش جايين نتضيف. لما هدي القصف شوي بدنا نطمن عليكي وعلى ولاد المرحوم. كتر خيركم. شو سمعت انه كنت ببيروت ورجع تحت القصف؟ وزرنا صيدا انا والاستاذ عاصم. واكيد زرت ابراهيم. هيدا الواجب. سلم عليكي وعلى الاولاد. في الخير. ست منى، انا واثق انك متاكده من براءه ابراهيم مثل ما شايفك وشايفتيني. لو سمحتوا بلا ما نحكي بهذا الموضوع. لكن ليه عم تسالي عنه؟ شو اللي بدك تعرفيه؟ رجب، شو بكون؟ ست منى، لازم تقتنعي انه ابراهيم بركات مستعد يقتل حاله ولا يمس زياد بسوء. لكن مين اللي قوى زياد بمسدس ابراهيم؟ وتهديده والشهود؟ انت عارفه مين. بكفي رجب. وربك ما بينسى حدا. ابراهيم بركات رح يطلع براءة غصبا عن الكل. اصحى تكون مفكر انه انا بدي اياه ينحبس او ينقتل. لكن شو اللي بدك اياه بالضبط؟ الحقيقة. الحقيقة انه بريء. كل الأدلة ضده. مزيفة. بصدق هيدا الحكي لما ينكمش القاتل. بس لازم تعرفي انه ابراهيم بركات تأثر بموت زياد مثلك ويمكن اكثر. كتر خيره. عموما حقه بالارض موجود، بس بده اياه في ياخده. اي حق؟ من ايمتى ابراهيم بركات بيسأل عن المصاري؟ نحن ما جينا لهون لحتى سكيتي انت يا محاسن. إله ببنتي مصاري،
وخالتي ام ابراهيم رفضت تاخدهم. وصل له هذا الشيء. ابراهيم لما يشوف المصاري رح يحرقهم لانهم ملوثين بدم زياد. هيدي مؤامره يا ست منى، مؤامره. تصبح على خير. يلا يا محاسن. وقد أجمعت وكالات الأنباء على أن إسرائيل حشدت أكثر من 1500 دبابة و4000 مدرعة. وجاءنا منذ قليل أن 4 قطع بحرية دخلت المياه الإقليمية اللبنانية في صور وصيدا وبيروت، وبدأت تقصف صور وصيدا الآن قصفا مركزا، كما تتعرض معظم قرى الجنوب لقصف جوي عنيف. شو هيدا؟ هيدا قصف. سعيد! 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 شو في؟ شو القصة؟ اسرائيل عم تفتح جنوب. شو؟ هلا نزلت قذيفة تحت السلم. ونحن عم بصير هون؟ الضيعة وامي ومي واخواتي. ظهرونا من هون! ظهرونا من هون! اسكت. كل شو ليفلوا يتركونا هون هلا. كل شو ليتركونا هون. وقد بدأت إسرائيل في اجتياح الجنوب اللبناني في تمام الساعة 11 إلا ربعا من صباح اليوم 6 من حزيران. وأذاع راديو جيش الدفاع الإسرائيلي أنه أطلق على هذا العدوان السافر اسم عملية هورميد الكبير أو يوم العين. هذا وقد أجرى دولة رئيس الوزراء اتصالات مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين، حيث نفى كل من وزراء الخارجية والدفاع الأمريكيين علم أمريكا المسبق بما يحدث وأنهما فوجئا به. التجمع بالساحة فورا. يلي بيتخبى ببيته بيتحمل المسؤولية، واللي بيتعاون معنا فهو آمن. يطلب من جميع أهالي الضيعة التجمع بالساحة فورا. يلي بيتخبى ببيته فهو بيتحمل المسؤولية. يطلب من جميع أهالي الضيعة التجمع بالساحة فورا. يلا اسمعوني على الساحة، رح جمع شوية أهالي وبلحقكم. ما تتأخر. وأنا رايح لعند الشيخ عبد الرحمن. انتبهي. معنا فهو آمن. نداء نداء نداء.
بأمر من القيادة العليا نطلب من جميع أهالي الضيعة التجمع فورا بالساحة، كبار وصغار، نساء وأطفال. ما رح اترك بيتي. كرمالي يا شيخ عبد الرحمن، نحن بظرف استثنائي. مولانا هودي الجماعة ما بيمزحوا. نحن كمان ما بنمزح. اللي بده ياني يجي لهون. بعد 10 دقايق رح ندمر كل بيت إذا ثبت إنه أصحابه بعضهم فيه وما نفذوا الأوامر. بترجاك شيخ عبد الرحمن، هيدي حالة حرب مثل ما انك سامع. مولانا اسهل طريقة انه يرموا قذيفة على اي بيت والطاسة ضايعة. شيخ عبد الرحمن، مولانا وضع الضيعة غير الأول، صاروا محتلينها بالكامل وتقدموا للضيعة التحتة. بطلب من الجميع إخلاء بيوتهم فورا والتجمع بالساحة، واللي ما بينفذ هذا الأمر راح نعتبره عصيان. نطلب من الجميع إخلاء بيوتهم فورا والتجمع بالساحة، واللي ما بينفذ شيخ عبد الرحمن، هذا الأمر راح نعتبره عصيان. إذا بريد. غير علينا ليلنا الهادي ولون الجبل والسهل والوادي، والجهل عم يمحي وراء العلم بقبضة غدر عالظلم معتادي. بلادي اللي عم تذكر زمان السلم فيها ضمير الحق بينادي، لما الأمان يصير أول حلم تكبر الصرخة بقلبك المخنوق وبتقول يا ويلي يا ويلي على بلادي. كل واحد منكم معه أي شيء يحطه هون. يلا عسكري حط سلاحك هون. يلا ندخل ماما؟ لا حبيبتي ما فينا نترك البيت. رح يضربونا. لا ماما، إذا ما بنعمل ولا حركة ما بيعرفوا إنه إحنا بالبيت. ماما خليكي هون لحظة. إيه ما تعملوا ولا حركة. جاي وليك شغلتي تتبعي هون، ما سمعتي الامر العسكري. أنا خايفة ماما. ماني ظاهرة، بعدين أنا مرة ومعي ولادي، أكيد إني عم فتشوا على رجال وشباب. بترجاكي منى. لحق حالك مختار، متأسفة. بعد 3 دقايق كل مين بيتخلف عن التجمع بالساحة يعتبر. سمعتي؟ خلص فين روح أنت، ماني ظاهرة.
هات ايدك انت وياه. لشو هدول؟ بنكوا على سجن بيروت، طيارة ناطرة برا. صحيح اجتاحوا جنوب؟ انت من وين؟ انا من عين صقر. انا من قانا. اجتاحوا جنوب كله. شو؟ صف معهم؟ انت شو اسمك؟ عاصي البيروتي. صف معهم بيروتي. هيدا عبد ابن المختار. انت المختار؟ ايه نعم سيدنا. طلع منيح. هدول اهل الضيعه؟ ايه نعم سيدنا. انتبه مختار، اذا فتشنا ولقينا حدا انت المسؤول. انت متاكد انه الموجودين هون هو اهل الضيعه وما في حدا ببيته؟ شو مختار؟ بالحقيقه منى واطفالها ما فيها تظهر. مين هالمنى؟ مرة مفجوعة بجوزها، ما عندها رجال. قتل جوزها من كم يوم، صارت بحالة ضياع. زكور، هدموا بيتها على راسها وراس اللي معها. لا ما رح اسمح لكم تهدموا بيت على راس مرة لحالها واطفالها صغار. مين هيدي زكور؟ السيدة ام ابراهيم بركات، مرت الشهيد محمد بركات. وجوزها شهيد شو؟ شهيد عدوانكم الغاشم على الجنوب سنة 78. عدم المؤاخذة كولونيل، مولانا بيقصد مولاكم؟ الشيخ عبد الرحمن من وجهاء الضيعة وعالم من كبار العلماء المحترمين. وحضرتك عالم دين ولا عالم سياسي ولا ناطق رسمي؟ العلم علم ما بتجزأ. مفهوم. وانت يا مرت الشهيد عم بتعارضي اوامر عسكريه؟ انا عم عارض الظلم. بكفي ام ابراهيم، ما بدنا نكبر المشكل. ابنها اسمه ابراهيم محمد بركات، نضيف ما عليه شيء. وين ابراهيم؟ ابراهيم مش موجود. ابراهيم بركات بسجن صيدا، متهم بقتل زياد ياسين جوزها لمنى اللي بدكم تهدموا بيتها. ابني ما قتل حدا. وانت شو دخلك بمنى؟ مرت ابن اختي. زياد القاتل بيكون زوج منى وابن اخت ام ابراهيم. رجعي محلك. زكور نفذ الاوامر. ما راح نسمح لك. مشان خاطري زكور. ما بعرف مولانا ليش فعل. خدوه من هون. ارفع ايدك. مختار مشي معي. شو اسمك؟ أنا رجب البعلبكي. روح صف مع عمك.
كرمالي زكور، هيدي مرة مفجوعة وبحالة غير طبيعية، يعني مريضة. هيدي أوامر الكولونيل. الكولونيل إسرائيلي، لكن أنت لبناني مثلنا. مختار، من شيء خاطري خليها تظهر. إذا بدك تنفذ الأوامر وتهدم البيت، اهدمه من بعد ما تظهر، وأنا بأمرك. عرفتوا موقع البيت؟ أنا مباشرة وراء سيدنا. ما تتحرك قبل ما أعطي الأمر. بأمرك سيدنا. ليك مختار، لأني أنا لبناني، لأنه هي مرة مريضة من واعية، وبعرفك أنت ما بتكذب، رح أعطيها فرصة تطلع هي وأطفالها قبل ما نهدم. مجنونك زكور، هيدي خدمة ما رح انسى لك إياها. ولو مختار، ما يمكن احتاج منك خدمة يوم من الأيام، ما نحن لبعض. على راسي. قلت لي اسمها منى ما هيك؟ ايه نعم. حلو. بالامر العسكري رقم 3 بنطلب من منى وولادها يطلعوا من البيت فورا. اجوا لهون ماما. يا منى طلعي من البيت انت وولادك احسن ما نهدوا على راسك وعلى مسؤوليتك. رح يهدموا البيت ماما. لا يا حبيبي حنموت ماما. لا تقبرني لا. نحن ضمير الكون